السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلعت اتكلم معاكم النهارده عن مشكله بتواجهنا كلنا، وهي التخطيط. ازاي نخطط يومنا وكده، مع اني دلوقتي في ايام امتحانات. فتره مهمه في حياتي اللي هي امتحانات تحدد مستقبلي يعني. تمام. وانا صراحه النهارده من الصبح ما كنتش محدد اعمل ايه بالظبط، واكتشفت ان انا ضيعت يومي. تمام. انا بقالي اسبوع امتحن، كنت محدد اعمل ايه كل يوم، فكنت ماشي مظبوط يعني الحمد لله، وعدوا على خير، امتحانات كويسه الحمد لله. فالنهارده جاي اتكلم معاكم عن مشكله التخطيط ديت بتواجه معظمنا يعني. تمام. وممكن اجي اعمل الخطه دلوقتي معاكم عملي بعد ما اتكلم بس شويه كلام. ليه لازم نخطط؟ عشان يومنا لو ما مشيناهوش على مزاجنا هو هيمشينا على مزاجه. يعني ايه؟ يعني انت ما تسيبش يومك كده ماشي زي ما تيجي بقى. مثلا لو في النهارده اصحابي يطلعوا انت معاهم، لو في حاجه يلا ماشي مع اللي ماشي. تمام. مش هتعمل حاجه ولا تنجز اي حاجه. اول حاجه لازم ان هدفك يكون محدد. يعني محدد ازاي؟ ان انت عايز كذا مثلا وقت كذا، محدد بوقت يعني. ان انت مثلا لو انت في ثانوي مثلا زي انت عايز تكون مثلا مهندس او دكتور مثلا، انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اكون مهندس في الجامعه كذا، وامشي على نظام الخطه، وما تبصش على النتيجه دلوقتي الا ما هتمشي على النظام، وهتلاقي نفسك في الاخر الله بنسبه 99%. بنسبه مش هقول 99% لانها في الاخر بتوفيق من ربنا، بس هي مش هتيجي غير التخطيط والنظام. الحاجه المشتركه فينا اننا كلنا مسلمين. الغالب يعني اتفرج على القناه الفيديو ده مسلم الحمد لله. اننا كلنا صلواتنا متحدده بوقت. يعني صلاه الصبح، صلاه الظهر، صلاه المغرب، صلاه العصر، صلاه المغرب، صلاه العشاء، محدده لنا يومنا، منظمه لنا. فانت هتمشي على نظام الخطه ديت اللي هي متحدده اصلا. ان انت مثلا هتحدد وقتك بالصلاه. ان انا مثلا الصبح، صلاه الصبح اصليها بعد صلاه الصبح مثلا ورد، مثلا اذكار صباح ربع ساعه عادي بعد الصلاه. بعد ما اصلي ورا مذاكره اخلصها لحد الظهر. تمام. وراك مثلا هتروح تصلي الظهر في جامع وتيجي يعني مثلا اي حاجه انت عايز. انا ما بتكلمش عليا، انا بتكلم في العالم يعني. تمام. لازم تحدد في يومك انت هتعمل ايه بالظبط عشان تنجز الحاجه ديت. زي ما قلت في اول الفيديو ان انت لازم تمشي يومك على مزاجك، عشان لو ما مشيتش يومك على مزاجك هو هيمشيك على مزاجه. غالبا انا مش محضر كلام على فكره، بس انا طالع اتكلم كده اللي هو عشان انا شايف النهارده ضيعت يومي لان انا مش محدد، ما كنتش محدد يعني اعمل ايه، ما كنتش محدد اعمل تمام. بس كده تعالوا يلا نتكلم ازاي نشوف هنكمل يومنا ازاي. الساعه دلوقتي كام؟ الساعه دلوقتي 4. الساعه 4 اللي هي قبل العصر بنص ساعه يعني. تمام. 4 ل 4 ونص هنقفل الفيديو ده. هي لسه ما جاتش 4 يعني بالظبط، 4 الا دقيقه. الدقيقه ديت برضه هي تفرق. الايام ديت ايام امتحانات عندي يعني. بص، احدد اكل وقتي، انام وقتي، اصحى وقتي، اشرب وقتي. مش للدرجه دي يعني، بس بص، هي من الخطه مش هتمشي بالظبط معاك مره واحده كده. انت لازم تتعب في الاول على ما تظبط معاك في الاخر يعني. اول اسبوع مش هتلاقيها مظبوطه معاك، تاني اسبوع هتلاقيها اتحسنت شويه، تالت اسبوع هتلاقيها 100 100 يعني. انت ما هتحدد الحاجه دي في وقت كذا هتلاقيها ظبطت معاك، بس كله برضو بتعبه يعني. انت مثلا اول اسبوع لازم تلزم نفسك شويه، تاني اسبوع هتلزم نفسك اكتر، هتلاقي نفسك اتعودت، تالت اسبوع هتلاقي نفسك بقى اتعودت خالص وتمشي على روتينك عادي. تمام. الساعه 4 ل 4 ونص اهو هنقفل الفيديو. فاضل دلوقتي زي ما قلت فاضل دقيقه واحده هنقفل الفيديو، كمان دقيقه. تمام. ومش هنزل الفيديو غير ما اخلص سكريبتي. تمام. دلوقتي الساعه 4 ل 4 ونص. تمام. قبل صلاه العصر. مثلا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اكمل حفظ القصه. تمام. من 4 ونص ل5 صلي صلاة العصر في الجامع، في المسجد يعني. تمام. ومن 5 المغرب عاد بيقدم دلوقتي 8 ل 10 كمان يعني. من 5 للمغرب يعني هتنجز انجاز كويس يعني. ديت هنكمل فيها مثلا الجرامر ونكون مخلصينه ان شاء الله باذن الله. ومن المغرب للعشاء اعمل ايه؟ ابص على امتحان وحل. ومن امتحان، انا في امتحانات على فكره، بكره عندي امتحان انجليش يعني. ومن العشاء لحد بقى ايه، هنام الساعه 12 ان شاء الله. ومن العشاء ل 12 يعني من الساعه كام؟ من الساعه 9 ونص مثلا للساعه 12 10 11 12 يعني ساعتين ونص او 3 كده.
ممكن انام الساعه 12 12 ونص يعني، واصحى 4 ونص على ميعاد صلاه الفجر. كده ليلتي من العصر الليله كده اتظبطت الدنيا. انا عرفت الوقت انا عرفت الوقت المتاح ليا ايه، وهعرف اعمل فيه ايه. ده الحاجة اللي متاحة يعني إن في الوقت ده. لما تعمل كده هتعرف ان الوقت بتاعك مثلا محدد كذا، تنجز فيه الحاجة دي بس، مش هتعرف تزود عن الحاجة ديت، ولا فاهمني؟ ممكن تعمل حاجة كمان حلوة يعني. انت مثلا وراك حفظ قرآن 3 ساعات، تكتب 3 ساعات. وراك مذاكرة ايا كان مذاكرة بقى عليك ايه، مثلا هتذاكر 5 ساعات. وراك بقى اي حاجة تانية 3 ساعات. فانت تصحى الصبح مثلا هتلاقي نفسك في يومك ده مثلا انت متاح لك انت بتنام مثلا 6 ساعات، يا عم قول 7 ماشي، هيفضل لك في يومك كده 17 ساعة. 17 ساعة دولي ناقص 3 اللي هو حفظ قرآن، 5 مثلا مذاكرة، 3 حاجة مثلا وراك لو انت بتروح جيم ولا حاجة مثلا ساعتين. هتلاقي نفسك هتنقص من ال 17 ساعة دولي، هتلاقي نفسك الوقت معاك تمام ماشي مظبوط. هتعرف انت ماشي بالظبط ازاي وماشي الوقت ده رايح فين، مش ماشي كده وخلاص يعني. لازم انت تعرف تعمل ايه في يومك عشان الحاجة اللي انت عايز تنجزها تعرف تنجزها. وبالمناسبة انا لابس الكوفية دي ده عندي امتحان بكرة، ودلوقتي الساعة 4 و5، انا ضيعت 4 دقايق مش محددهم في الورقة هنا تمام. فبس كده، السلام عليكم. السلام. ما تنسوش بقى تخططوا يومكم وابدأوا عشان تنجزوا الحاجة اللي عليكم وتعرفوا يومكم ماشي ازاي. بس كده، صلوا على النبي. احنا في 1 ذي الحجة اهو. كل سنة وانتم طيبين. سلام.